السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. حديثي معكم الآن عن أولى أمهات المؤمنين، والمشهور أنها أفضل أمهات المؤمنين على خلاف بين أهل العلم، عن الصديقة خديجة بنت خويلد ابن أسد الأسدية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، وهي أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ورزقه الله منها بالولد. ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة والقاسم وعبد الله، 6 من أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. 7 أنجبتهم خديجة رضي الله عنها، والسابع من مارية القبطية وهو إبراهيم. خديجة رضي الله عنها أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وقد وقفت معه وهي على المشهور وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، هي أول إنسان أسلم وتابع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بعد أن جاءها ترتعد فرائصه مما رآه في غار حراء لما جاءه جبريل بالحق وقال: زملوني زملوني دثروني دثروني، فهونت عليه الأمر وقالت له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وبعد ذلك أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وحدثه النبي بما رأى فبشره بأنه سيكون نبيا، فكانت خديجة أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من البشر ذكورا وإناثا، هي أول من آمن به صلوات ربي وسلامه عليه. من فضلها أنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يبلغك عن الله السلام، فقالت: إن الله هو السلام وعليك وعلى جبريل السلام. وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال: هذا جبريل يبشرك بالجنة، يبشرك ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. الله أكبر. رضي الله عنك يا خديجة، رضي الله عنك يا أم المؤمنين، رضي الله عنك يا أماه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا معك صحبة نبيك ونبينا وسيدك وسيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.